غسلي الملابس وخذي زي حق خلود وغسلتيه. يا تصبح على خير. سامي، مالك ما مشران ومالك شارد؟ ولا شي، لا تشغلش بالك. شكلك متعب. كيف كان اليوم العمل معك؟ الحمد لله. وانتي كيف عمل البيت معك؟ أتعب. عمتي تركت كل المهرة علي، وعمي يلعب بسأل علينا ورحنا عياله. عمي نسي ان احنا يتام وان احنا في ذمته. يا سامي، تذكر أمي وأبي لما كانوا يدلعونا ويخافوا علينا؟ الله يرحمهم. سامي، شو حاجة. اليوم شفت خلود بنت عمي، كان في يدها دفاتر وأقلام وألوان. تذكرت لما كنت في المدرسة. ايش تدرس يا سامي؟ ولا يهمش، قطوة حاكي عمي واخلي درسيش في نفس المدرسة اللي بيدرس فيها خلود. صدق يا سامي؟ صدق. الآن بيجي ينام. الله يحفظك يا سامي ولا يحرمني منك. يلا هي ننزل معنا.
سامي سامي سامي، يلا الوقت تأخر. صبوح عشان تروح على العمل، يلا. سامي معك ما بتصبح، معك عمل اتأخر. يا عم حنين، مالها حنين؟ اشتريت سجلها في نفس المدرسة اللي تدرس فيها خلود. إنه أبي الله يرحمه كان يحب إن احنا نكمل دراستنا، لكن خلاص أنا سأشتغل وحنين تكمل دراستها. خير خير ان شاء الله، ما يقع الا خير. اصطبح ذا الحين والحق عملك. حنين هات البيت والكوفية. يلا عشان هسلامة. حتى لا حميد، حامي طلع عشان بيت. حتى لا علشان هذا انا كسلت من كل حبة 10 يلا تيا جيب ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. سكرة راجع وهذا البيت. اسلام. هذا البيت. ثاني هذا البيت من اشتي بيت من 50. هذول احسن بيت. البيت هذول احسن بيت من 50. البيت حامية. البيت بيت حامي والبيت. على فكرة خير. انا قررت ان حنين ادرس معاكم. ما هذا الكلام حقك مالك تزيد لما تدعي عيال اخوك هكذا. خلي الدلع هذا والحنان اللي بتحن عليهم لبنتك وزوجتك هم احق به. لا بطل حق الجنان. انا سامي طلب مني هذا الطلب وانا لا يمكن ارفض هذا الطلب. ولا ما تقدر ترفض له؟ انت اكثر واحده اعرف ان انا بعد ما توقفت عن عملي ما بيجي عني الا هو. وهو لا عيال اخي المرحوم الله يرحمه. يا ناهي. ايوه، ومن اشتغل لك في المطبخ، ومن عين ينظف ويطبخ ويكنس، والدارن ظهري بيوجعني وما قدرش اوقف خيرات، او شي نجلس لك ساعه واقفه وظهري يوجعني، خاف الله يا رجال فيني. طيب هذا مش مشكله.
حنين تكون تعمل عمل البيت كله وبعدين تروح المدرسة. إذا كذا تمام ما عندي شنو. بعدين لا تنسيش ان احنا مستفيدين من الاثنين. كيف؟ سامي بيشقى علينا وحنين عاد انتبه لبنتنا خلود في المدرسة. ما فكرة. يعني نكون ضربنا عصفورا بحجر. إذا كذا لا بعدك. وهكذا لا استغنينا عن خدماتهم ولا غشيناهم. سامي في بالخلقة يا ابني. يلا حبيبي يا سامي، بدك تدرس فيك تبدي دراستك، ترفع راس انت واختك. طيب يا بابا جعلني يا سامي. يلا تفضل يا حبيبي تفضل. يلا مع السلامة. سامي تعال. اجلس يا ابني. وش عنك؟ ايش يشوفك سالك؟ في شي شاغلك؟ ولا شيء عنك. شوف يا ابني، الله ما رزقنيش بولد، لكن الله عوضني فيه. الله يحفظك عن صالح. اعتبرني مثل ابوي وانا اعتبرك مثل ابني، واذا في شيء ولا شيء كلمني. تمام؟ حاضر يا عم. هذا حيكون وعد منك. ها؟ وعد منك. ايش اسمك؟ حنين. ليش مش لابسة زي حنين؟ خلاص روحي وما ترجعيش اللبس زي.
شاي سريع. حاضر. تسلم يا سامي تسلم. سامي ايش فيك؟ في شيء؟ ولا في شيء عم ناس مش بالك. اكيد في حاجة يا سامي. انت وعدتني المرة الاول انك بتكلمني اذا في حاجة. ضروري تكلمني. يا عم حنين اختي. حنين انا شارو. ايش من بكرة ما راح المدرسة. ليش؟ لأن الأستاذة قالت لي ما أروح المدرسة إلا بالزين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يحفظك الحمد لله. وين الغيبة هذا الأيام ما عم تسركش؟ خليها على الله بعد ما توقفنا على العمل جالسين في البيت. خير إن شاء الله. ما بلا معي الولد. هذا ابنك ما شاء الله. لا هذا ابن أخي الله يرحمه. الله يرحمه. أصلا أبوه وأمه توفوا في حادث سيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه. جالس وأخته عندي في البيت. وأنت قدك داري كيف الظروف. أيوه. قلت ادل عندك لو ورشة ترسل أي عمل هنا ما شركن عليه إلا عندك أنت. وقلت بدك تكسب أجر والكل. بس عاد وزغي. خليها على الله والله انقد الصدق. خير إن شاء الله خير. سامي بدل ملابسك تعال معي. لا نعم. تعالوا ما عليك. لا نعم. بتروح أنا وأنت تشتري زي لحني. اعتبر هذا الدم عندي أنا. يلا يلا اطلع بسرعة. اطلع تفضل. سامي كلم بيت عمك خليها حنين تتجهز. يلا بطل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي يا سامي ما قد معانا. يا عم خلي حنين نجهز يا جيل هذا الحين انا وعمي صادق نصير نشتري الهازي. طيب كلمت عمك؟ انا شحن. يلا مع السلامة. قالوا نتصل عمي. خلاص. حنين حنين. ايوه. يلا في ساعة قومي مشطي شعر شو غيري ملابسش. اخوش عايز يشلش. حاضر. السلام عليكم. السلام كيفك يا أمورة؟ الحمد لله. تمام؟ تمام.
شكرا جزيلا. تسلم يا عم فاروق. يلا مع السلامة وأمورك. حنين، ما تشوف حالك اليوم مدرسة؟ شوفي كيف البيت فسخان، شي تروح المدرسة، نظفي بعدين تعالي المدرسة يلا. عم بتابع خلينا. يا سامي جيب الميزان يا ولدي. يا سامي كيف كانت الدراسة مع حنين؟ يا عم حنين اليوم ما راحت المدرسة. ليش؟ ما السبب؟ إني عمتي حسبك حنين قالت لا ما تروح المدرسة إلا بعد ما تكمل عمل البيت. اسمع يا ابني، ليش ما كنت تساعد حنين بالليل؟ كملوا عمل البيت علشان حنين تبكر الصباح. تمام. يلا الله يسمحك. حنين لا رجعي تساعدي في عمل البيت عشان تروح المدرسة بدري. تمام. أنا بدي أساعدك. ساعدني في هذا.
نظفتي ولا لا؟ خلاص الله يروح. بعد ذلك حول كل اسم الأداة التي يستخدمها المهني في كل مما يأتي. الحداد. تفضلي يا حنين. المطرقة والكير. الحلاق. المقص والمشط. شاطرة حنين. ولد أخي سامي. الحمد لله على سلامتك يا حنين. حنين ليش تتدخل اليوم وانا اتضرب انا ولا؟ شوف يا سامي، أنت أخي، ما أقدر أشوف عيالي يتضاربوا معك وأنا ما أتدخل. مرة ثانية لا تدخل. شو يصير فيك؟ لا تشغل بالك علي، 2 3 وارجع المدرسة.